السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة هتعجبكم ان شاء الله من الثبت القديم، هنخليه ان شاء الله جديد وهيعجبكم ونوفر برضك شوية. قبل اي حاجة نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معانا هنا ده كان قميص عندي، قميص رجال مش عايزينه. تمام. جبت انا كده اهو، حتى بصوا فيه بس دوت ما عرفتش افكه، فانا هعمل ايه، همسحه بمسحة نضيفة وايه وهعمله معاكم. تمام اهو، حتى بصوا كان هنا اهو ده قديم. طبعا ده عشان معمول بالشمع، انا مش عارفه اخلعه عشان الثبت ما يتكسرش، بالذات لما يكون بقاله فتره. فاحنا جبنا القميص كده، لفيناه معاكم اهو، لفيناه، جبنا قصينا الكتفين بتوع القميص وحردة الباط قصيناها وقصينا الكم منه خالص، وخدنا السفرة اللي ورا قصيناها برضو. اصبح معانا ايه، القميص يلف معانا كده اهو، شايفين اهو. يعني ان شاء الله تعرفوا تاخدوا بالكم اهو، عشان ما تقول اهو قميص اهو، بص بتاعت الزراير اهي. تمام. انا خيطت كده اهو، خيطت تحت اهو اهي. بصوا عملت ايه، دي خيطة سحرية، بس هي الخيطة عشان القماش طبعا دايب شوية، يعني مش دايب، يعني قميص قديم فاهماني وقطن، فبياخد مع الفتلة شديدة. فانا خيطتين اهو كده اهو، بعد كده عملت الزاوية دي اهو، بصوا شايفين حتى مش باينة اول خياطة، شكله حلو. والناحية نفس النظام. ممكن تقصوا لو معاكم قماش زيادة، ممكن تقصوا دورية، لو مش عايزين الشكل ده ممكن تقصوا دورية على أرضية السبت وتلزقوها. لو بقى معانا قماش ممكن نعملها معاكم. هنقص دورية دي من بره وجوه، واللي جوه هنعملها هنلف بيها السبت، يعني مش هنخلي يبقى فيها كشكشه وحاجات كتير كده، لا هنقص ايه الدورية وهنلف ايه واحدة واحدة. هعملها معاكم ان شاء الله وهتشوفوها. ومعانا الايد هنا اهوت، حردة الايد اهو. تمام. طبعا انا هنا عندي عشان الحبل مربوط فمش عايزه افكه. هي حتى بصوا ايدي كانت قديمة كانت عامله ازاي، بصوا بقت عامله ازاي، فرق كتير. هنظبط معاه هنزينه معاكم ان شاء الله وهتشوفوه. اتمنى ان شاء الله تشاركونا وتدعمونا، وشكرا على مشاركتكم ومشاهدتكم لينا. ويا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ان شاء الله هنعمله مع بعض وهوريه لكم بامر الله اهو. حتى هوريكم تاني برضه اهو، بصوا كان عامل ازاي، مقطع ازاي اهو، شايفينه اهو. احنا كده بقى هنكسيه اهو كده اهو. بص القماش مشدود مش مرخي، ان شاء الله هنعمله مع بعض وهوريه لكم بقى لما ايه نعمل الكسوة الداخلية واليد بتاعته ونزينه مع بعض ان شاء الله. بقى نعمل الدراع اهو، بعمله معاكم الله يكون واضح. بصوا احنا هنلفه كده اهو، بندخل الزيادة كلها ايه جوه اهي. هناخد غرزة من هنا كده وبوريكم بقى الغرزة اللي بتبان خياطتها، والناحية التانية بردك نفس النظام. واشد، بصوا مفيش اي حاجة باينة، على تكون واضحة اهي، شايفين مفيش اي غرزة باينة اهي. وهعملها لكم من قرب اهي كده. هتاخد غرزة كده كأنها بتطلع كده، وامدها الناحية التانية كده. كل ما تكون قليلة كل ما تكون احسن. اشد جامد، هكملها كده وهوريكم اهي الوقت اهي. بصوا معانا حتة تاني وردك، هوريكم الطريقة تانية اهي بس على العدلة لو مش واضحة معاكم كده اهي كده، شايفين. وبعدين عاملين الناحية التانية نفس النظام يلا تكون واضحة اهي. اروح شادة، بصوا اهي، بصوا مفيش حاجة، مفيش اي حاجة اهي، اتدارت كلها. انا لسه مخلصتهاش، هخلصها واتبتها على عادي التتبيله العادية اهو. الوقت كده اهو يا جماعة اهو حبايبي، بصوا اهو نفس الطريقة اللي انا قلتلكوا عليها اهي. بصوا متبقاش اي حاجة باينة. احنا دي طبعا ايه هنخيطها، هقولكم معاكم، هنخيطها بدي
تمام. بس احنا هنعمل اول البطانة عشان نقفل ايه شغلنا بس كويس. دلوقتي احنا كده معانا الرباط، عشان دي بس كانت ايه، الايد دي كانت محركة شوية، الايد دي كانت مرخخة شوية من هنا، حتى بصوا رخخة ازاي. ان عملنا لها رباط وعملنا لها سلك عشان برضك تبقى محامة نفسها. وهنلف عليها ايه اهو، هنلف عليها اللي هو ده كده اهو كده اهو اهو كده يا جماعة اهو. بص احنا لفينا ايه اللي عليها ده اهو، يبقى ماسك نفسه. حتى عايزينها بص جاي بالظبط في النص الربطة تحت اهي متدارية، وايه هنا بصوا ذهبي وهنا ايه نبيتي، شكلها جميل. هلا تكون واضحة معاكم اهي، شايفينها؟ دي تمسك اليد اكتر وتحميها. هنا ممكن هنحط اي حاجة تزينها هنوريها لكم ان شاء الله برضه. اهو دلوقتي بصوا بقى، بصوا ديت احنا هنعملها ازاي. واحنا هنلمها في العمود بتاع ايه السبب ذات نفسه اللي هو بتمسك منه اليد ذات نفسه. هندخل الزيادات كده جوه كده. نتني كده، نتني زيادة معانا ونشد. بصوا على تكون واضحة اهي. بصوا نشد، كل ما نشد الخيطة تختفي. هنظبطها كده وهوريها لكم اهي كده بعد ما خلصت اهي. شايفين مفيهاش اي حاجة كده كده، ده كله هندريه في حاجات تزيين اهي. بصوا هو ممكن تعملوا مشروع برضه، هي سهلة وجميلة. ديت من اللي هي بتاعت القميص اللي هي بتبقى في الدراع، ممكن نعمله نفس الطريقة بنفس الخياطة مش هتبين. هنكمل بقى ونقص البطانة وهوريها لكم اهي. بصوا بقى هنعمل لكم الحتة اللي بقولك عليها بتاعت القميص، عشان ده كم، ده كم الحتة دي اهي. اهي عملنا الحتة اللي تحت اهي، عملناها. هنعمل الحتة ديت اهي كده اهو برضك. بصوا اهي الطريقة اهي، بس ابرة كبيرة وخيط جامد عشان ايه تديكوا نتيجة كويسة. الله يكون واضح معاكم اهو كده ماشي يا حبايبي اهو كده. وتشدوا اهي. بصوا الغرزة مش باين ازاي اهي. بصوا من الناحية دي، من الناحية اهو، من الناحية التانية كده. وشد جامد اهي. بصوا هيبقى شكله حلو. ده هو كده ده كله تحت مش هيبان يعني اهي. بصوا بقى اهي على تكون واضحة. بصوا درنيها كلها اهي. بصوا مبقاش فيها حاجة اهي، بتاعت العصفرة بتاعت القميص اهي. هنقص بقى البطانة هوريها لكم. معانا هنا بقى البطانة جينز اهي، عشان هستحمل قماشة محملة. هنحط عليها السبت كده اهو، وهنلف الداير بتاع الدوران بتاع الدورية بتاع ايه الارض دي السبت. هعلمه. بصوا بقى احنا هي عملنا الدورية، احنا علمناها. بس عايزة اوريكم طريقة تانية. احنا الحتة دي 4/4 اهي، 4/4 هي 2 ايه 4 اهي، مربع حتة مربع. هنيجي الزاوية البوز بتاعها هنحطه فين؟ في نص السبت بالظبط كده اهو، في نص السبت. ماشي. هيبقى معانا بس الزيادات اهي في الدوران بتاع السبت. احنا هنقص الدوران ده كده اهوت اهي. بص جاي مع الدوران هقص وهوريلك اهي على تكون واضحة معاكم اهي. بصوا دورية ارضية السبت، هوريكم هنعمل ايه. اهي شايفين عقد الدورية تحت انا قصيت منها سنة صغيرة، لان طبعا انا في قماش عندي فانا مبكتوش، انا مش عارفة افكه جامد او ملزوق متخيط جامد فمش هينفع نفكه. فانا قصيته ايه قصة صغيرة كمان حواليها قليت الدورية، وهقص الداير بتاع ايه بتاع الدورية ديت وهوريكم. كده قصينا الحتة المدورة اهي. هنحط جبنا حتة عدلة عادي، عدة عادية، عدلة خالص يعني مفيهاش حاجة. هنلفها مع الدوران هوريكم هنلفها ازاي. بصوا احنا بنعمل ايه، بنديها كسرة خفيفة كده بحيث تدينا ايه الوسع لفوق. هنشتغل كده الداير بتاعها كله هوريكم بقى. بصوا من فوق واسعة اهي،
نازله بصوا ضيقه اهي، ضيقه. هقفل كده اهوت وهوريكم. دلوقتي احنا كده اهو بعد ما قصينا الدوريه تحت، احنا لزقناها بالشمع اهو على يكون واضح معاكم. في حته طبعا مفكوكه اهي هلزقها معاكم اهي، تمام. وهي بصوا من جوه بقى شكلها عامل ازاي. هنشد ده كله هيتشد اهو، بصوا هيتشد تمام. هنلزق الحته ديت وهوريهولكوا بقى ان شاء الله بعد ما نقفله. احنا قفلناه خيطنا منه حته اهي، بصوا خيطته مش باينه ازاي. خيطه قلتلكوا عليها من ناحيه ومن ناحيه مش باينه خالص. هو عشان قماش خفيف تحس ان هي باينه سنه، لكن هو لو قماش محمل مش هتبان. ان شاء الله يعجبكم وتعملوا ان شاء الله وتجددوا حاجتكم ان شاء الله. هكمله وهوريهولكم ان شاء الله. اهو الوقت احنا خلصناها اهي من تحت، لزقناها كويس تمام اهو. احنا لزقناها عشان نشدها، عشان احنا ايه مش عايزين نبقى برضه الخياطه من الناحيه التانية ويبقى شكلها نضيف من جوه كده اهي. بصوا الخياطه بصوا والله تكون واضحه معاكم. هنكمله ان شاء الله هوريهولكم لما خلصنا. بصوا بسم الله ما شاء الله. انا بقى ايه دخلت شويه كده، بصوا جيت هنا ايه يعني من الجناب كده. انا عملته بالشمع ومش هيتفك، بس احنا برضك عشان امان احنا لسه فيها قبل ما يتفك الشمع. فديته ايه كام غرزه من الجنب، فاهمني؟ هذا واضح. دي كسر عالية دي بس عشان قماش فسكوز ناشف واقف شوية يعني مكرمش تمام. عايزين نشد مفيش مشاكل اهو، شايفين اهو. بصوا ان شاء الله يا رب يكون عندكم كده زي كده وتستعملوا تعجبكم الحيلة دي ان شاء الله. افكار حلوة. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هوريكم هنعمل ايه. انا بقى جبت كان عندي قماش باقي من اللي جوه ده، اللي عندي ده خلص ما مش هيكفي معايا. فجبت قماش من ده عملته زي ما انتوا شايفين عملت اوفر الناحيتين ومن النص كده مديته ايه كشكش عشان احطه كده على حرف السبت. عندكم شمع الحموم بالشمع، عندكم خياطة انا هخيط عشان ما عنديش شمع. وممكن تحطوا هنا حرف ستان من تحت بقى يبقى شكله حلو. ممكن تعملوا داير من تحت خالص في اخر السبت. هنشوف مع بعض كل ده. احنا خيطناه اهو. بصوا بناخد الغرزة كده بندخلها مش باين الخياطة. بصوا مفيش اي خياطة باينة اهي، مفيش اي خياطة باينة. الخياطة دي بتاعت الكشكش. دلوقتي احنا هنعمل ايه بقى؟ بنخيط كده هوريكم اهو كده. بندخلها مع نفس طلعة الخد بندخلها وبناخدها غرزة كبيرة نطلعها من الحتة التانية، فاهمين؟ مسافة صباعي كده باخدها من تحت وايه بنطلعها كده. ما احنا كده عملنا تحت وفوق اه. بصوا لكن واضح معاكم اه. هو الموجود معانا القماش ده، ياريت كان نفسي يبقى من لون القماش ده بس مع الاسف ما فيش قماش مكفي. المهم ان يبقى قماش بس حاجه شكلها حلو. فان شاء الله هنكمل كده هو دوت الداير بتاعه وهوريهولكم اهو يا جماعه. بعد ما اهو عملنا الكورنيش بتاعه فوق وتحت، هنعمله بقى وردتين هنا من الجنبين وان شاء الله يعجبكم. هنعمل الورده كده اهي، شايفين بالكشكشه كده بنخيط خياطه عادية. بعد ما خلصناه عملنا ورده فوق عشان القطع اللي في القماشه من هنا اهي شكلها جميل. وعملنا ورده هنا اهو في الجنب، وورده الناحيه التانية ورده في الجنب، وكورنيش من هنا اهو وكورنيش من هنا. الورده دي بنعملها ازاي؟ بنكشكشها بتبقى حته عاديه كلفه عاديه شريط عادي، وبنخيط خياطه السراجه العادي وبنشد الفتله زي ما احنا عايزين مسافه الورده. وكل ما يكون الكلفه عريضه كل ما تعرض معاكم الورده تمام اهو كده اهو. يا رب يعجبكم ان شاء الله وجربوه وتجددوا اللي عندكم ان شاء الله اهو كده اهو. يا رب يعجبكم. متنسوش بقى تعملوا ان شاء الله لايك واشتراك. والله الواحد تعب في الفيديو ده، يا ريت يعني ان شاء الله ايه تدعمونا. شكرا على متابعتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.